مساء الخير. ريال مدريد يخرج رسميا من مسابقة الدوري الإسباني. ليش؟ لأنه تعادل اليوم مع أتلتيكو مدريد بالسانتياغو برنابيو بهدف لمثله، مثل ما قال المعلق. طبعا أسباب التعادل: الريال مش هو الريال اللي لعب من كم يوم بدوري الأبطال أمام ليفربول. تخيل أنك تفوز أمام ليفربول بملعب ليفربول الأنفيلد ب5 أهداف مقابل هدفين، وتتعادل مع أتلتيكو مدريد بملعبك بسانتياغو برنابيو بهدف. والهدف طبعا كان صدفة، يعني كان من لاعب بديل شاب، يعني بخطأ من الدفاع. ما كان ريال مدريد جد اليوم بالمباراة. حسيت أنا كشخص يعني ما كان عنده جدية، مش ما حسيت إنه هذا الفريق جاي يفوز. الفريق جاي يلعب، نعم، كتحسوا جاي يأدي واجب. يمكن الريال بايع الدوري هاي السنة، إنه ما بده الدوري، عم يدور على شيء ثاني. لكن دوري الأبطال هذا صعب جدا، يعني مش كل مرة تزبط معك زي السنة الماضية. لكن يبقى ريال مدريد هو المرشح الأول لأنه يكون بطل دوري أبطال أوروبا. سباق الليغا تقريبا انتهى، لو حصرا فاز برشلونة بكرة على الميريا، وهذا متوقع. راح يكون الفارق 10 نقاط، وهذا الشيء راح يبعد ريال مدريد كثير عن مسابقة الدوري. وألف مبروك لبرشلونة. حكينا الكلام طبعا من شهرين، أنه ألف مبروك لبرشلونة، ونحكيها مرة ثانية: ألف مبروك لبرشلونة. إلى اللقاء.